السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة أحداث وتحريات. قضية اليوم هي من أجل توعية المجتمع حول العلاقات الغير الشرعية والآثار السلبية والنفسية والاجتماعية. قضية اليوم اللي غادي تخليك تعرف أن الحرام طريق ديالو مظلم والنهاية ديالو ما عمرها غادي تكون زوينة ولو تكون عندك المال أو الذكاء، لأن النتيجة على أي حال كتبقى مجهولة. لذلك الإنسان يمشي في طريق تكون واضحة وغير مشبوهة أو غير محرمة. نبداو في سرد وقصة وقضية اليوم من أجل أخذ العبرة والحيطة والحذر. قبل 5 سنين كان واحد الراجل الاسم ديالو محمود، ساكن في مدينة العيون، وكان خدام مساعد مهندس من مدينة تطوان في مكتب الدراسات، وانتقل إلى مدينة العيون حيث تعطاته واحد الخدمة يعني في ذاك المكان في واحد المشروع سكني، ومع الصالير كان يعني بالدوبل وكيتخلص مزيان. هذا الأمر هذا شجعه بزاف باش يدير هذا الدومين ديالو واللي هو واحد القطاع خاص به، وأسس مقاولة صغيرة، ومن بعد بدا يشد الخدامي اللي هما صغار، ومن بعد ما تعرف بدا كيشد الصفقات الكبرى ودار لاباس. ومن بعد سنوات ديال الخدمة مشى لمدينة الدار البيضاء، المدينة اللي فين تزاد فيها وترعرع فيها. شرا مكتب تماك وبدا خدام كمنعش عقاري. محمود وصل ل40 سنة وكان مازال ما تزوج، والناس اللي كتعرف يعني المهندس محمود في مدينة تطوان كتعرف عليه مزيان قصة الحب الأولى اللي كانت فاشلة، حيت كان كيبغي واحد البنت وكانت العلاقة تاعهم غادي توصل للزواج. محمود تعلق بها بزاف، ولكن شافها كتحتقره وكتنقص من القيمة ديالو، حيت في ذاك الوقت كان مجرد موظف بسيط في مكتب الدراسات في تطوان. ولكن الآن أصبح محمود من الناس اللي لاباس عليهم، وسميته ولات معروفة عند جميع المنعشين العقاريين، وفكرة الزواج ما بقاتش عنده في الدماغ ديالو. بالعكس يعني محمود ولا كيبدل في النساء والعيالات، يعني كيف كيبدل الإنسان الملابس ديالو. كل نهار كتجي عنده بنت، يعني كل بنت في شكل. وكانت عنده واحد الشقة في شارع الزرقطوني. هاد الشقة هادي كان مخصصها فقط من أجل العاشقات ديالو، والسكن الرسمي كان في واحد الفيلا أخرى في مدينة الدار البيضاء، وما كان عارفها حتى شي واحد. وفين ما كانت كتعجبو شي بنت وكتبدا هاد البنت تفكر في الزواج بيه، كيتخلى عليها وكيخليها تبقى تجي للدار، يعني الدار ديالو اللي في شارع الزرقطوني، وكتبقى تجي تسول عليه كل نهار كل نهار كل نهار، وما كتلقاهش حتى كتمشي بحالها على خاطر خاطرها. ومن بعد كيبدلها بواحدة أخرى. ومن بعد ما وصل محمود يعني العمر ديالو 45 سنة، دار علاقة مع واحد البنت وكان العمر ديالها اللي هي 19 سنة. وهاد البنت هادي كانت ملفتة للنظر وكانت ذات جمال، فكان يحبها وعاشرها لمدة 6 أشهر. والبنت كتعامل مع محمود كمعاملة الزوج لزوجها، وتعلقات به بزاف وبغاته بزاف، خصوصا أنها كانت كتمشي معاه الحفلات والسهرات الليلية يعني بواحد تقريبا بشكل يومي. وهو كان عاجبه الحال، حيث الأصدقاء ديالو اللي كانوا معاه كانوا كيقولوا ليه هاد البنت هادي من بين أحسن البنات اللي كنشوفوها معك. ولكن محمود العقدة اللي خلات ليه البنت الأولى يعني ديال تطوان ما بغاش تحيد منه، وما كانش كيفكر في الزواج. واخا هاد البنت هادي اللي تعرف عليها من جديد كانت من أجمل النساء يعني اللي عرف في الحياة ديالو. وبالحكم العلاقة الغير الشرعية اللي كانت يعني بين هاد البنت وبين محمود، هاد السيدة خسرت العلاقة ديالها مع والديها والأهل ديالها بصفة عامة، والعلاقة اللي بقات عندها فقط هي مع الأخت ديالها الصغيرة. الأخت ديالها الصغيرة اللي كانت كتهضر معها مرة يعني في التليفون. ولكن محمود ما كانش مسوق يعني لهاد المشاكل اللي كانت كتعيش هاد البنت هادي بسبابه مع العائلة ديالها والأهل ديالها. ونهار يعني هاد الفتاة هادي فتحت الموضوع ديال الزواج مع محمود، قال لها فكرة الزواج ما عنديش إطلاقا، وعاود لها القصة
اللي وقعت ليه مع البنت اللي في تطوان، والسبب اللي مخليه يمتنع على الفكرة ديال الزواج بصفة نهائية. ولكن سعاد قالت ليه أنا كنبغيك وما عنديش الغرض بالفلوس ديالك ولا حتى بالمنصب ديالك يعني اللي وصلتي ليه. ودارت معاه جميع المحاولات غير باش تقنعه باش يتزوج بها. وملي حسات يعني بعد مدة ومحاولة وكذا حسات باليأس وعرفت أن محمود مستحيل أنه يتزوج بها. فهنا خضات القرار الأخير هو أنها تنتحر. وكانت كتشوف أن الموت ديالها هو أفضل حل، يعني هو أفضل حل بقى عندها، يعني من بعد ما خسرات يعني العلاقة ديالها مع عائلتها مع والديها مع الأهل ديالها، كتشوف راسها أنها ما غاديش تتزوج. ولكن الفكرة اللي كانت في الدماغ ديالها واللي طاحت عليها تحولت إلى انتقام من محمود. وقالت في راسها خاص محمود يدفع الثمن ديال هاد الشيء اللي وصلت ليه، وبسببه خسرت راسي، خسرت والدية، وخسرت عائلتي. والفكرة اللي طاحت عليها أنها تنتحر، ولكن يكون هذا الانتحار ديالها كجريمة ارتكبها محمود في الحق ديالها، يعني بمعنى أن محمود هو من ارتكب هذه الجريمة. وكان محمود ديك الساعة في ديك اللحظة ما بقاش كيجي للشقة ديالو اللي كانت يعني في الشارع ديال الزرقطوني، وهذا الأمر هذا ما بقاش كيجي للشقة باش هذه السيدة هذه وهذه البنت باش تمشي بحالها بحال النساء السابقات اللي كان كيتعرف عليها، وتمل وتبعد منه وتفارق معه. ومحمود ما كانش كيصدق أو كيتوقع أنه هاد البنت هذه غادي تنتحر شي نهار. ولكن هاد البنت هذه حيت كان عندها يعني السوار ديال الشقة ديال محمود اللي كاينة في الشارع الزرقطوني، وكانت عندها كذلك سيارة. جابت واحد البناي وقالت ليه أنا بغيت تركب لي واحد المخطاف في السقف ديال الصالون، وقالت ليه بغيت نعلق واحد الترية اللي هي ثقيلة بزاف. ومن بعد مشات شرات الثلج من محل ديال اللي كيبيعوا فيه الثلج، وكان الطول ديال الثلج مترو والعرض ديالو 50 سنتيم، يعني تقريبا يعني نص متر. هزات داك الثلج يعني في الطوموبيل ديالها وتوجهت مباشرة إلى الشقة ديال محمود بطبيعة الحال. واللي عاونها على هزان الثلج هو العساس ديال ديك العمارة. هنا هاد البنت هذه سجلات أوديو في الهاتف ديالها كتقول فيه الأخت ديالها اللي كانت كتواصل معها راه محمود كيهددني بالقتل إلا عاودت جبت الموضوع ديال الزواج معه. من بعد حطات التليفون في بلاصة اللي هي مكشوفة وواضحة اللي ممكن أي واحد يشوفها إلا دخل للشقة. ومن بعد سدات الباب ديال الشقة وحطات الثلج وحدة فوق وحدة وطلعت فوق داك الثلج، ودارت هنا مشنقة عبارة عن حبل في داك المخطاف ديال السقف، يعني اللي معلق في السقف، ودخلت راسها في المشنقة وضربات داك الثلج يعني برجليها وماتت. وكان باب الشقة مسدود وداك الثلج داب. ومن بعد تقريبا 4 أيام جاء محمود للشقة ديالو يعني في الشارع الزرقطوني. ومن اللي حل الباب هنا كيلقى الصدمة اللي هي أن ديك السيدة لقاها مشنوقة بالحبل وميتة ومعلقة في السقف يعني ديال الصالون. محمود رجع اللور بالصدمة وسد الباب ومباشرة عيط للبوليس. هنا جاء عميد الشرطة وشاف البنت مشنوقة وميتة، ولكن الوسيلة اللي طلعت بها المشنقة ما كيناش. وكيفاش انتحرت هاد البنت وهي ما طلعتش يعني فوق شي حاجة؟ لكن عميد الشرطة شاف أن الموكيط أو الزربية مبللة يعني فازقة بالماء، وفكر عميد الشرطة أن البنت شي واحد عاونها على الانتحار ربما. هنا تشد محمود وتم الاستنطاق ديالو وسولوه فين كان هذه 4 أيام من اللي هاد السيدة هذه انتحرت. ولكن قبل ما يهزوا السيدة اللي انتحرت إذا مستودع الأموات يعني من أجل التشريح، العميد الشرطة دار المعاينة وشاف التليفون ديال السيدة اللي انتحرت محطوط في مكان مكشوف، وهزو وشاف آخر رقم هضرت فيه هاد السيدة هذه، ولقى أن يعني خلات رسالة صوتية لذاك الرقم، ولقاو أن آخر رقم كيرجع للأخت ديالها. تم الاستدعاء ديال الأخت ديالها بطبيعة الحال للكوميسارية، وخداو من عندها التليفون وسمعوا الرسالة الصوتية اللي وصلتها في الهاتف، ولقاو فيها أن الأخت ديالها اللي انتحرت
كتقول ليها راه محمود رفض الفكرة ديال الزواج بيا وكيهددني بالقتل في حالة ما عاود جبت ليه الفكرة ديال الزواج. هذه هي الرسالة الصوتية اللي سمعوا البوليس في العلبة الصوتية. وهنا خضع عميد الشرطة الإذن من وكيل الملك وحط محمود تحت تدابير ديال الحراسة النظرية. ولكن عميد الشرطة ما لقاش شي تفسير منطقي ديال داك الماء اللي بقى مبلل في الزربية، وخدا واحد العينة من داك الماء اللي كاين في الزربية وعينة من الماء ديال الروبيني اللي كاين في الشقة ورسلهم للمختبر. وخرجت النتيجة من بعد يومين أن النتيجة كتقول أن الماء اللي في الزربية هو ماء ديال البئر ما فيهش الكلور. وبدا العميد كيدير التحريات ديالو وبدا يستنطق أي واحد تلاقات به ديك السيدة اللي انتحرت قبل عملية الانتحار، حتى وصل لعند الحارس ديال العمارة اللي قال لهم آخر مرة شفتها كنت عاونتها على الثلج، يعني اللي هزاتو وحطاتو في الشقة. وفي ديك اللحظة حولوه للتحقيق مع العميد ديال الشرطة وقال لي هزيت معها 5 قطع ديال الثلج كبار بحال اللي كيديروهم المحلات المتخصصين في البيع ديال السمك. وقال لهم مجرد ما عاونتها اعطاتني الله يرحمها 200 درهم. ومن بعد خداو العينات ديال الثلج من كل مصنع كيصنع الثلج في مدينة الدار البيضاء وخرجت النتائج وتعرف المصنع اللي باع ليها الثلج. وتم استدعاء صاحب المصنع وعرف البنت من خلال الصور اللي شافها في الكوميسارية أو اللي وراها ليه العميد ديال الشرطة بطبيعة الحال. وقال لهم هاد البنت هذه عرفتها اللحظة اللي جات عندنا وخدات من عندنا الثلج وبحالها بحال أي يعني الزبائن وأي كليان عادي، يعني قالت لنا أنها كتبيع الحوت والسمك وبغات الثلج وبعناه ليها. ومن هنا عرف عميد الشرطة أن البنت انتحرت ودارت الثلج وطلعات عليه وشنقات رأسها. وعرف عميد الشرطة أن الرسالة الصوتية دارتها باش تلصق الجريمة في حق العشيق ديالها اللي هو المهندس محمود واللي كان رفض يتزوج بها. وهنا تحول محمود أمام قاضي التحقيق وكانت المحامية ديالو حاضرة وطلبت من قاضي التحقيق أن يعني محمود يخرج حيث ما كاينش شي دليل ضده، وخرج بصراح مؤقت وبكفالة. وفي الجلسة الثانية تمت التبرئة ديال محمود من التهمة ديال القتل. لكن الغريب سبحان الله أن يعني محمود عجباته المحامية ورجع لنفس الألاعيب ديالو وعيط لها في التليفون وعرض عليها في حفل عشاء. ومن بعد عيط لها وتلاقى بها وبغى يديها للشقة تاعو اللي كاينة في شارع الزرقطوني كيف العادة مع باقي النساء من قبل. هنا المحامية رفضات وقالت ليه الدعوة ديال العشاء اللي كانت بيني وبينك في المقهى اعتبرتها دعوة من أجل العمل فقط، ولكن الدعوة ديال أنني نمشي معاك للشقة ديالك اللي في شارع الزرقطوني هاد الدعوة كان رفضها بشكل كامل. ما نقدرش نمشي معاك لأي شقة إلا وحنا مزوجين. وكانت هذه هي الكلمة ديالها الأخيرة ومشات بحالها وسدت على محمود بواحد الصفة اللي هي نهائية وعرفاته بأنه واحد الإنسان مريض نفسيا وأنه عنده عقدة، وهذه العقدة اللي خلاتها ليه يعني البنت ديال تطوال الأولى يستحيل أنها يعني تحلها شي بنت أخرى ويستحيل معها أنه يتزوج أو يرتبط بشي بنت من البنات. إلى هنا متابعين الكرام كنكونوا قد وصلنا لنهاية القصة، وخصكم تاخذوا العبرة من القصة وتعرفوا أن أي علاقة غير شرعية ربطتيها مع البنت سواء تعلقتي بها خصك تعرف أن الحياة كتستمر وممكن ترتبط مع أي بنت أخرى، لكن شرط أنك ما تضحكش على البنات الناس وتعرف أن أي حاجة حرمها الله سبحانه وتعالى كيكون المصير ديالها الهلاك. دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه إلى أن نلقاكم في قضية أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.